يا جماعة يا رب تكونوا بخير. بصوا انا جايبه لكم كريم حلو جدا للناس بقى اللي هي عايزه حاجه اقتصاديه وتبقى حنينه كده وعلى قد الايد، وفي نفس الوقت مفعوله، يكون قوي معاكي ويكون ترطيبها عالي بجد. انتوا عارفين طبعا الشتاء بقى والقشف والكلام دوت. انا قلت اطلع اقول لكم ايه على حاجه يكون سعرها حلو بجد، وانا جربتها وهي عجبتني. وكمان انا لاحظت ان هو يا بنات يعني ما شاء الله بيعالج حاجه تعتبر بتضايق ناس كتير قوي، بيعالج جلد الوزة. بس للأمانة أنا ما حبيتوش على البشرة، يعني ما تحطوش على الوش. هو حلو جدا للإيدين للرجلين، يعتبر بديل حلو ورخيص للبادي لوشن، وسعره يا بنات رخيص، سعره 20 جنيه، والعبوة الكبيرة منه ب35 جنيه. فطبعا انتوا بالنسبة للمقارنة بقى للحاجات التانية والكريمات التانية، لا ده هتلاقيه حلو جدا والله، وهتدعي عليه، يعني هتدعي عليه، هيعجبك في استخدامه. جربيه مش هتندمي. بعد غسيل المواعين بقى كده، في رجليكي برضو يا جماعة، الناس اللي عندها خشونة في كعب الرجل، حطيه والبسي شراب. يعني الاول اغسلي رجليكي، وبعد ما تمسحي رجليكي ادهني الكريم دوت وحطيه والبسي شراب ساعة، وبعد كده شوفي هتلاقي ما شاء الله نعومة حرير. برضو في حاجة تانية، حاولي ان تعملي سكراب للبشرة كل فترة، عشان جلد الوز ده بيبقى عبارة عن يعني ايه، جلد كتير يتكون على البشرة واحنا ما بنشيلهوش، وده كمان بيسمر جدا. فانت بجد لو عايزه كده حاجه تخليكي امورايه كده وعسوله وحلوه وحاجه رخيصه، جربي الحاجات اللي ايه اللي على قد الايد بتاعه ام جنى. بصوا حبايب الكريم، بصوا ناعم وخفيف قوي على البشره، جميل بصراحه. بصوا ناعم جدا يعني ايه، وترطيبه حلو قوي. بصوا حبايبي كده. مهم. مهم. بص بعد حبة كده، بص ما شاء الله ايه، يعني نقطة صغيرة منه جدا، بص بيدي لمعة كده وجميل بأمانة. هتحسي ان ايديكي كده طرية ومترطبة ترطيب عالي. اسم الكريم يا حبايبي، الكريم اسمه ستاركي، اللي هو بجوز الهند وبالبنسينول. يعني طبعا مكوناته تحفة. عارفين طبعا البنسينول وكده، تحفة يا بنات. هو مكتوب عليه الترطيب، كريم ترطيب. بس بجد جربيه والله، فيه فيتامينات حلوة ورخيص على قد الايد، ولا بقى هتحتاجي تشتري حاجة غالية ولا حاجة. طول الشتاء استعمليه ومش هتندمي. اتمنى بقى لو انت لسه بتشوفي قناتي وعجبتك، يا ريت تبقي كده نبقى اخوات يعني ايه تشتركي في القناة وفعلي الجرس واعملي لي لايك. والله يا جماعة مش هتخسروا حاجة، يخلي القناة كده ايه تعلى شوية وتكون يعني ان شاء الله ربنا يكرمني فيها. بشكركم جدا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده السنة الجديدة تبقى خير علينا وعليكم وعلى الناس كلها. يلا حبايبي، هسيبكم في رعاية الله، باي باي.